السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب الأعزاء طلبة تالتة ثانوي الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. معاكم دكتور يوسف أشرف مدرس الفيزياء الثانوية العامة، بنحل جميع كتب الفيزياء وجميع كتب المراجعة النهائية مجانا لطلبة اليوتيوب. طيب صديقي، قبل ما تسمع الفيديو فضلا وليس أمرا من أي حد يشوف الفيديو ده يشترك في القناة عشان القناة توصل لأكبر عدد من الناس، ولا تنسى الدال على خيرك فعله، وحاول تشير القناة على قد ما تقدر عشان أكبر عدد من الناس يستفاد. النهارده انا بسمي اليوم ده بصراحه يوم الهدايا العالمي بالنسبه لي، لان جالي النهارده هديتين: كتاب التفوق مراجعه نهائيه، وكتاب فكره وتطبيق، وكتاب الخبير مراجعه نهائيه. طبعا كتاب الخبير انا الله اعلم كان هيجيني نسخه مجانيه ولا لا، فانا اشتريت الكتاب زيك. لكن الاستاذ احمد كان ليه راي تاني طبعا وجاي نسخه مجانيه، احب اشكره جدا، واشكر جميع القائمين على كتاب الخبير. شكرا بجد، الهدية دي تتحفظ في القلب، وانا لما هحل من النسخة بتاعتي طبعا، عشان النسخة دي تفضل ذكرى طبعا وهدية، والهدايا يا صديقي لازم نعتز بيها. طيب النهارده ان شاء الله احنا عملنا ريفيو على كتاب الخبير، هنعمل ريفيو على كتاب التفوق مراجعة نهائية، وهو بصراحة عامل ضجة الترم ده وعامل شغل محترم. فتعالى نعمل ايه، انبوكسنج، نفتح كده زي ما انتم بتقولوا كده ونشوف الكتاب ده بيقول ايه يا صديقي العزيز. بصراحة الكتاب هو يعني بصراحة هو تقيل قوي، لان هو جاي الاربع نسخ مع بعض او الاربع اجزاء مع بعض، فاحنا هنعمل عليهم ريفيو كلهم وهندي كل جزء حقه. تمام، ده الجزء الاولاني اللي المفروض الناس اصلا كلها عملت ريفيو عليه، وده الجزء الثاني. فبالتالي احنا هنعمل ريفيو على الجزئين الاثنين مره واحده، عشان نثبت لك للمره الثانيه اننا لا نبتغي ريتش ولا الكلام ده كله. انا ممكن اعمل ريفيو على الجزئين بصراحه وهيجي لي عندي مشاهدات والكلام ده كله، بس لا، عشان وقتك مهم يا صديقي العزيز. فبالتالي احنا عندنا دلوقتي جزئين. ادي الجزء الاولاني هو ده كتاب المراجعه النهائيه اصلا، والكتاب ده عباره عن ب 289 جنيه. ده الجزء الاولاني اللي هو كتاب المراجعه النهائيه، واقول لك هو عباره عن ايه دلوقتي. وده الجزء الثاني اللي هو كتاب فكره وتطبيق، ده ب 199 جنيه. تمام، يعني ممكن نقول الكتابين الاثنين هيوصفوا عليك في رينج 500 جنيه. طيب اول حاجه تعالى نفتح الكتاب ده ونقول لك هو عباره عن ايه، وهل هو يستحق الشراء ولا لا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. والله كنا نفتح اصلا الكتاب وهو متغلف كده وجديد، يا خرابي حاجه تقطع القلب. بس طبعا انا بشكرهم طبعا على الهديه الجميله دي بصراحه، يعني دايما هدايا التفوق بصراحه يعني غير. بس احنا هنقول برضو يعني ما يملي علينا ضميرنا، نقول الكتاب ده هو يستحق الشراء فعلا. يعني هل هو مرجع ليك كويس في المراجعه النهائيه بتاعتك ولا لا. طيب نركن ده كمان على جنب ونتكلم على دول طبعا 3 اجزاء. ده اول حاجه كتاب المراجعه النهائيه، هو تعالى نعمل كده زوم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، ده كتاب المراجعة النهائية يا صديقي، ده أول جزء. طب تعال نشوف الكتاب ده عبارة عن إيه. الكتاب ده لو فتحته هتلاقي الكتاب ده عبارة عن أول حاجة، هو بيقول لك اهوت محتويات الكتاب. أنت عندك أسئلة جزئية على كل درس، يعني على الجزء الأول في أسئلة جزئية، وعلى الجزء التاني في أسئلة جزئية، وبعدين يعني لما جبنا لك أسئلة جزئية على الفصل الأول كله جبنا لك امتحانين شاملين على الفصل الأولاني، وهكذا عند كل فصل. يعني الفصل التاني جاب لك أسئلة على كل درس، وبعدين جاب لك امتحانين شاملين على الفصل التاني، وهكذا عند الفصول كلها. طيب تيجي نشوف. طيب تعال نشوف، والله الجودة، والله جودة الطباعة والورق بتتكلم والله. تمام، أول حاجة وهنا الأسئلة. بصراحة هو جايب لك أسئلة كتير أوي في الكتاب بصراحة. يعني الكتاب بتاع تفوق ده فيه ميزة حلوة أوي، إنه فيه بنك أسئلة كبير جدا، أكبر تقريبا من أي كتاب تقريبا أنا شفته لحد الآن. طيب أول حاجة اهوت مثلا جاب لك اسئله على الدرس الاول او على الفصل الاول بمعنى اصح كله، على قانون اوم وشده التيار وفرق الجهد اهوت، وهنقارن عدد الاسئله بكل الكتب طبعا. واضح ان الاشكال ديت او الاسئله ديت، بص هو كتاب التفوق دايما فريد من نوعه، لان اسئلته بتكون اسئله يعني خاصه بيه، هي مش موجوده في كتاب تاني. ممكن لو كانت موجوده في كتاب تاني تبقى اسئله امتحانات ثانويه عامه سنين سابقه، او اسئله النماذج الاستشهاديه، فهي بتبقى موجوده في كل الكتب، فده طبيعي. لكن بصراحه كتاب التفوق بيبقى دايما عامل حاجه محترمه، وهو واضح قدامك طبعا في الحل طبعا دلوقتي. يعني هو جايب على اول درسين اللي هو التوالي والتوازي بس، جايب عليهم 45 سؤال اختياري، وبصراحة هم افكارهم كويسين قوي. وجايب عليهم يعني هو جايب 50 سؤال على اول درسين اختياري ومقالي. طيب واللي دخلنا على الدرسين الاخر اللي هو قانون للدوائر المغلقة وكيرشوف، جايب عليهم بصراحة انا في اسئلة هنا اول مرة اشوفها بصراحة. جايب عليهم كام يا صديقي؟ جايب عليهم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، جايب عليهم برضو 50 سؤال. يبقى هو جايب على كل درسين 50 سؤال. تمام، وبعدين خلص الدرسين جاب لك عليهم اهوت امتحان شامل على طول اهو. تمام، عشان تشوف ايه دنيتك انت ماشي معانا ولا لا.
وبصراحه دايما الامتحان بتاع التفوق انا اصلا بحل دايما يعني كتب التفوق كلها في المراجعه بتاعتي، سواء المراجعه النهائيه او الورشه بتاع الشامله بتاع الفصول، فبالتالي انت دايما عارف ان كتاب التفوق مستواه فوق بصراحه. فبالتالي دي حاجه كويسه في الكتاب بصراحه. طب هل هو مثلا شبه كتاب السنه اللي فاتت؟ لا على فكره يختلف اختلاف جذري جدا عن كتاب السنه اللي فاتت. لو فتحت كتاب السنه اللي فاتت هتلاقي فيه اسئله المراجعه النهائيه، ولو فتحت كتاب السنه دي هتلاقي فيه اسئله خالص غير السنة اللي فاتت. ممكن نلاقي سؤال اتنين تلاتة أربعة زي بعض، بس لأ، بغير من نفسه ومطور من نفسه جدا بصراحة. يعني أكتر حاجة عجباني في الكتاب هنا إنه يقبل النقد بصراحة. في أول السنة لما قلنا الكتاب كان صعب جدا، فبالتالي هم فعلا غيروا الأسئلة الصعبة والأفكار الصعبة اللي بتيجي في الكتاب، وجابوا أسئلة يعني تتطابق مع امتحانات ثانوية عامة سنين سابقة. فبالتالي دي حاجة كويسة جدا في الكتاب بصراحة، وأنا بشكر المؤلفين على هذه الخاصية اللي عندهم. تمام. وبعدين دخلنا على الفصل الثاني، نفس الكلام. هنا بقى الفصل الثاني بصراحة في أسئلة في الفصل الثاني دي بصراحة أنا شفتها في الكتاب بتاع المراجعة النهائية بتاع السنة اللي فاتت، بس يعني لا ننكر إن الأسئلة بصراحة مستواها عالي، وكانت بتاخد في إيدي وقت على ما تتحل، كانت بتاخد أكتر من خطوة، فبالتالي الأسئلة كويسة. على فكرة التفوق ما بيبدأش من السهل خالص، التفوق بيبدأ من المتوسط ونطلع لفوق للصعب. تمام. طيب لو جينا نبص اهوت يا صديقي، هو جايب كام سؤال على أول درسين؟ جايب على أول درسين، خلي بالك عدد الأسئلة زاد، ده هو جايب على أول درسين بسم الله ما شاء الله جايب عليهم 60 سؤال. اللي هو في أول درسين في الفصل الأول كان جايب 50 سؤال، هنا بقى جايب 60 سؤال، والأسئلة مش بتهزر. وجايب على آخر درسين كام سؤال، اللي هو القوة المغناطيسية والأجهزة، جايب عليهم كام سؤال؟ جايب عليهم 60 سؤال برضه. يعني كل ما عدينا الفصول الأسئلة بتزيد، وبالتالي أول ما خلص الفصل التاني كله جاب لك امتحانين شاملين على الفصل التاني. ادي الامتحان الأول على الفصل التاني، ولو خلصت الامتحان الأول على الفصل التاني دخل على الامتحان التاني، وهكذا. يبقى هو عامل كده في كل الفصول. طب تيجي نشوف عدد الأسئلة اللي موجودة كام في الفصل التالت، لأن أنت عارف الفصل التالت مهم جدا. فعدد الأسئلة اللي فيه كام؟ تعال نشوف. أول حاجة الأسئلة هي اللي موجودة في الفصل الثالث أهو. وحتى الأستاذ محمد عبد المنعم لما حب يجيب أسئلة امتحان ثانوية عامة سنين سابقة، أو يحط لك امتحان، جابوا لك من كتاب التفوق ومن كتاب الوسام مراجعة نهائية. تمام. فبالتالي يعني ده يثبت لك إن الامتحانات بتاعتهم بتبقى قوية وشديدة تقيلة شويتين. فبالتالي أهو دي الأسئلة، دي الأسئلة يا صديقي العزيز. ماشي. ولو عدينا اهوت هنلاقي إن هو جايب على الفصل التالت 55 سؤال، 60 سؤال على الفصل التالت، وخمسة مقال. نفس الكلام جاب لك أسئلة على الدينامو، وبعد ما خلص أسئلة الدينامو والمحول جاب لك امتحانين شاملين على الفصل الثالث، وهكذا. فالكلام ده بيطبقه لحد الفصل الثاني. تمام. لو دخلنا على الحديثة اهوت الجزء الثاني اهوت ده الحديثة. طب هو أول حاجة أول ما خلص جاب لك امتحان الشامل على الفصل الرابع الأولاني، وبعدين جاب لك تاني امتحان شامل على الفصل الرابع أهو، وبعدين خلاص ده كله، بعدين دخلنا على طول على الحديثة بقى على طول. فنفس الكلام بيجيب أسئلة على كل درس لوحده، أو أسئلة على درسين بدرسين، وبعدين كده جاب أسئلة على أول درسين حديث. لحد الآن مش شايف كومتون. وبعدين جاب أسئلة على كومتون لوحده، وبعدين أول ما خلص الاتنين دول أسئلة الدرس الأول والتاني عمل إيه؟ جاب امتحانات شاملة أهو. وهنا برضو حتة المقالة بيض مهتم بيها برضه. وجاب كام امتحان شامل؟ بس هنا في فيزياء حديثة جايب امتحان شامل واحد بس على الفصل الخامس، وهكذا. فبالتالي يعني تنسيق الكتاب ووجهة نظر الكتاب في الامتحانات الشاملة وفي الأسئلة وفي الكلام ده كله بصراحة أنا حبيتها جدا بصراحة. ماشي. يبقى أول حاجة الكتاب ده فيه إيه؟ الكتاب ده فيه كل درس عليه أسئلة، وفي امتحان شامل، امتحانين شاملين على كل فصل. طيب احنا لما نخلص الفصل الثامن هنلاقي ايه؟ هنلاقي انت عندك 10 نماذج خاصين بكتاب التفوق. ده بيقول لك اهو القسم الثاني الامتحانات النهائيه. طب تعال نشوف هي دي بتاع كتاب التفوق ذات نفسه ولا امتحانات ثانويه عامه سنين سابقه؟ لا دي مش امتحانات ثانويه عامه سنين سابقه، دي امتحانات خاصه بكتاب التفوق. يعني هو جايب لك كام من نموذج، كام امتحان؟ جايب لك 10 امتحانات خاصين بكتاب التفوق. وبصراحه انا شفت الامتحانات دي، الامتحانات بصراحه جميله جدا، والله جميله جدا. الكتاب السنه دي عامل عظمه قوي 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 عن كتاب السنه اللي فاتت كتير جدا بصراحه. والامتحانات دي مش بتهزر، الامتحانات دي عايزه واحد بص جامد. فبصراحه الكتاب ده بصراحه عاجبني جدا 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 جدا. طيب والله انا لا واخد منهم حاجه ولا اي حاجه من الحاجات دي، بس انا بقول بصراحه ده انا شايفه، وده راي اغلب تقريبا زمايلي. طبعا دي ال الاجابات طبعا. ولو جينا نبص اهوت هنلاقي تقريبا الاجابات متاكبه اهوت، ومعدل الغلطات اللي موجوده في كتاب التفوق قليل قوي، ما كانش نادره جدا. طبعا هو مش مجيب لك كل الاسئله، هو مجيب لك الاسئله اللي عامل جنبها نجم اهوت لحد النموذج العاشر. تمام. فبالتالي دي حاجه كويسه برضه. طيب يعني دي مرجع ليك اصلا، انت مش محتاج مدرس اصلا عشان يقول لك الاجابات هتبقى ايه.
طيب الجزء التاني ده يا صديقي يقول لك كتاب امتحانات الثانويه عامه والنماذج الاسترشاديه. انت عارف ان في 25 اصلا لوحدها نزل 12 نموذج استرشادي. فهو بالفعل هو هنا عامل ايه؟ دي حاجه كويسه بصراحه، انه جمعهم له كلهم في كتاب واحد وصغنن اصلا، يعني ممكن تشيله في اي وقت انت عايزه. جاب لك من 21 تجريبي لحد 25 دور تاني. وبعدين جاب لك الاسئله بتاع النماذج الاسترشاديه اللي جت على المنهج كله في 2025. وبصراحه يعني الجوده بتتكلم والله. والله انا لا بجمل ولا بجازى، بس انا بدي كل حاجه حقها بصراحه. يعني الكتاب ده محترم، ونحن لا ننقص من قدر اي حد بصراحه. الكتاب كويس جدا وجوده الطباعه كويسه بصراحه. فبالتالي وحتى الكتاب ده انه يتعمل في الوقت ده بصراحه فدي حاجه كويسه. اي نعم هو فيه اسئله، اي نعم من كتاب السنه اللي فاتت، بس بصراحه اسئله قليله. لكن الكتاب اغلبه كله جديد اصلا. تمام. نخش نعمل على الكتاب التاني او على الجزئيه التانيه دي. بصراحه انا ما شفتهاش، انا كنت شايف اصلا يعني جزء اصلا من الكتاب الاولاني. تعالى احنا نعمل جزء التاني اللي هو كتاب او تطبيق وفكر ده، نشوف هو بيقول ايه. طيب عشان نقول لك التجربه كامله يا صديقي العزيز بناء على رغبتكم وطلبكم. هو يا صديقي الكتاب التاني هو عبارة عن جزئين، عبارة عن فكرة وتطبيق، فكرة وتطبيق. تعال، ده الجزء الأول من الفصل الأول للتالت، الجزء التاني من الرابع للثامن. تعال نبدأ بده عشان ده اللي فيه شغل كتير أصلا، يعني ده عليه أغلب درجات الكهربية. احنا لو فتحنا كده يا صديقي العزيز هنشوف الكتاب ده عبارة عن شرح ولا حل. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب ده أول حاجة هو بدأ بيجيب لك الشرح بتاع الجزئيات اللي كانت عندك في المنهج. جاب لك شرح الجزئية وجاب لك مثال عليها، اللي هي اصلا السؤال ده جه في امتحانات ثانويه عامه سنه سبعه. تمام، جه فكره زيه يعني وكده. وبعدين خلص الجزئيه الاولانيه دخل على الجزئيه الثانيه وادالك مثال عليها. خلص الجزئيه الثانيه، هو طبعا اداك مثال محلول واداك مثال انت تجرب تحله بنفسك. طيب ودخل على الجزئيه الثالثه شرحها واداك مثال محلول واداك مثال عليها عشان تحله انت. اهو المثال اهو. وبعدين دخل على الجزئيه الرابعه. بصراحه دي كويسه جدا، انا ما شفتش اي كتاب لحد الان عملها. انه جاب لك كل جزئيه في الدرس جاب لك عليها مثال هو حله وفكرك بشرحها، وبعدين هو اداك مثال تحله انت. فبالتالي دي جميله جدا بصراحه، والله انا ما بجمل، بس دي جميله قوي بصراحه. اهو مثلا شرح الاتجاهات اهوت. بس المفروض بقى كان يربط بقى الفصل الاول بالثالث، كان يقول لك التيار بيمشي من اعلى جهد لاقل جهد، الكلام ده بره البطاريه. لكن في الفصل الثالث التيار بيمشي من الاقل للاعلى عشان ده جوه السلك، والسلك بيعمل زي البطاريه والكلام ده. بس عادي هو اكيد شرحها، انت فاهمني. اهوت يا صديقي ادي شرح الجزئيات وهحل لك مثال عليها، ومديك مثال تحل، ومفكرك بالقوانين ومفكرك بالعوامل ومفكرك بالرسومات البيانيه. فبالتالي الكتاب ده بصراحه انا لسه شايفه معاك حالا. انا لو عايز اراجع منهجي، انا لو هتكلم عن اني انا كطالب عايز اراجع منهجي هرجع للكتاب ده، لان الكتاب ده مش حرفيا مش مضيع اي حاجه حرفيا، وقايل لك كل اللي موجود في الشرح باستفاضه كامله ومش مكروت ولا حرف. وكما ان هو مديك اصلا امثله تجرب اصلا عشان تشوف انت فهمت ولا ما فهمتش. كما انه لامم لك كل الافكار ولامم لك كل القوانين في جزء واحد عشان ما تتوهش. يعني هو تقريبا مراجع لك على المنهج كله حرفيا حرفيا يعني. ده الفولتميتر اللي بيقف على مقاومه. والكتاب تقريبا عدد الورق بتاعه كبير، لان هو بصراحه هو ما سابش جزء الا وجابهولك بصراحه او اتكلم عنه. فبصراحه الكتاب ده كويس كويس قوي، كويس لواحد عايز يراجع بصراحه. تمام. وجايب لك قوانين بصراحه لو عايز تجيب الاي ام اف، يعني القوانين دي من عنده وفعلا بتحل كل المسائل برضه عادي. دي قوانين خاصه بكتاب التفوق لوحده، فبالتالي دي كويسه برضه. تمام. لحد ما خلصنا المحول يبقى هو جايب لك في الكتاب ده ايه؟ جايب لك في الكتاب ده اول حاجه، يا رب اللهم صل على النبي، يبقى هو جايب لك في الكتاب ده كل فكره من افكار الدروس من اول لحد الفصل الثالث كله. طيب وبعدين هو حلل لك مثال على الجزئيه دي، وبعدين هو جايب لك مثال او اتنين على الجزئيه دي عشان تطبق انت بايدك تشوف انت فهمت ولا لا. الامثله ديت بعضها من كتاب التفوق، من تاليف كتاب التفوق، وبعضها جاي من امتحانات السنين السابقه عشان دي حاجه كويس. طيب الجزء الثاني ده منين؟ طبعا ده من الاول للثالث، يبقى الجزء الثاني ده هيكون من الرابع، من دوائر التيار المتردد لحد الثامن. مظبوط كده؟ مظبوط. وهو حتى النظري، لا بيستر لا بيستر لا، حتى النظري هو اهتم بيه بصراحه. النظري اللي ما بيجيش عليه مسائل كتير، لا هو بيجي عليه مسائل كتير يا حبيب قلبي، حتى اهتم بيه. فدي حاجه بصراحه يعني محبباني في كتاب التفوق جدا. فلو انت عايز تشتريه انا انصحك فعلا انك تشتريه جدا، لان الكتاب بصراحه محترم قوي، والمجهود اللي مبذول فيه كويس جدا بصراحه. انا مش شايف لحد الان في عيب في كتاب التفوق ده، لان هو كويس جدا. بس هو العيب الوحيد بس اللي هيكون عنده ان للطالب الضعيف كتاب التفوق ممكن يبقى عليه شويتين، انت فاهمني. فبالتالي بصراحه الكتاب كويس جدا.
سواء يعني في التنسيق أو القوانين أو الملحوظات اللي هو كاتبها أو الأفكار ديّة، فبصراحة الكتاب ده جميل بصراحة وعاجبني جدًا. فبصراحة شكرًا جدًا لمؤسسة كتاب التفوّق على الهدية الجميلة ديّة. إن شاء الله بإذن رب كريم يعني هنحل معاكم كتاب التفوّق بإذن الله، إن كان في تفاعل منكم بإذن رب كريم، وأنا معاكم من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، لحد إن شاء الله ما نفرح بيكم ونشوفكم دكاترة قد الدنيا. ما تنساش يا صديقي لو أنت وصلت معانا لآخر الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان القناة توصل لأكبر عدد من الناس. ودمتم في خير وصحة وسعادة وأقرب مني إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.